دلوقتي هنتكلم عن ازاي تبني شبكة علاقات مهنية ليك وانت زيرو خبرة، وانت لسه ما تعرفش حاجة في المجال، وانت لسه ما عندكش خبرة، وازاي تستفيد من الناس بمعنى كويس. انا بتكلم ان انت تستفيد منهم بمعنى كويس وتفيدهم برضو زي ما هنتكلم بمعنى كويس تماما، مش استغلال. تمام لحد كده؟ اول حاجة عايزك تعرف ان بناء شبكة علاقات مهنية كويسة ده شيء مهم، واي حاجة مهمة في الحياة وذات قيمة بتاخد وقت، فالموضوع هياخد منك شوية وقت، فخليك صبور في الاول خالص. اول حاجه خليك صبور لان كل شيء بياخد وقت. تاني حاجه اعمل صداقات، حاول تعمل صداقات مع الناس اللي بيتعلموا زيك. انت دلوقتي زي ما قلنا في الفيديو السابق هتبقى مثلا بتشارك خطه التعلم بتاعتك على الجروبات وخلافه، على الاكونت بتاعك وخلافه، هتلاقي ناس مثلا بتتكلم بتقول لك والله انا بفكر اتعلم نفس الحاجه، نفس المجال ده ومش عارف ايه. اعمل صداقات مع الناس دي. هم اي نعم مش هيساعدوك كتير، بس على الاقل هتبقوا انتوا الاتنين بتساعدوا بعض، ممكن تشجعوا بعض، ممكن حاجات كتير قوي. دي نقطة. النقطة التانية ممكن تلاقي هو يعني الشخص ده لما بتعرفوا بعض وبتثقوا في بعض كفاية وخلافه، الشخص ده ممكن يكون عارف ناس تانية أو قدام يعرف ناس تانية فيعرفكوا على بعض، وتبقى شبكة علاقتك يعني علاقاتك المهنية وخلافه تزيد وتوسع. تمام. هوضح لك حاجة صغيرة. بص، خلينا نقول مثلا انت هنا مثلا والشخص التاني هنا. تمام. انت هنا ما عندكش يعني انت هنا اهو، انت هنا هو ما عندكش معارف، ما عندكش لسه شبكه علاقات مهنيه. حلو. الشخص التاني اهو هو سواء عنده او ما عندوش او هيبقى عنده قدام، في بوتنشال هنا، في امكانيه انه يبقى عنده مثلا شبكه علاقات وخلافه. انا والله العظيم الفيديو ده مش عايزك تفهم الكلام فيه بمعنى وحش خالص، ولا استغلال ولا اي حاجه خالص والله العظيم. المهم يعني الموضوع، بس الفكره ان الموضوع بيتاخد كده او بيتشاف كده، مع انه مش كده، بس ما علينا يعني. المهم الشخص ده هيبقى عنده قدام شبكه علاقات وخلافه. الشخص ده خلينا نقول مثلا انت هتتعلموا نفس المجال وتخلصوا وتبتدوا تشتغلوا، وانت هتشتغل يعني بوتيره بسيطه، بتبقى مثلا بتشتغل هنا بالراحه وبتاخد كورسات بالراحه. مش الشخص التاني ده هيبقى شخص مثلا فراك وبيتعلم كتير وبيروح ايفنتات كتير زي ما هنتكلم بعدين، بيروح ايفنتات وبيعمل علاقات، وهو شخص ودود واجتماعي وخلافه. انت هنا لما بتعرف الشخص ده وبتثقوا في بعض كفايه وتبقوا صحاب مقربين وخلافه، ثقه الشخص ده فيك انت بيبقى غالبا ما بالتبعيه الشخص ده هيبقى سهل ان هو يقدمك انت لكل الناس اللي هو عارفها هنا. انت بص كانت بره الكاميرا. انت هنا ما عندكش علاقات، هنا كده ما عندكش. الشخص ده غالبا هيبقى عنده علاقات قدام. اما تثقوا في بعض كفايه ويبقوا تبقوا مقربين وخلافه، الشخص ده هيقدر يقربك انت لكل الناس اللي هنا، لكل الناس بقى اللي هم هنا كده. تمام. بسهوله، لان انت هنا هتبقى بتلفرج او بتستخدم او بتستغل، كلمه وحشه بس يعني تستغل شبكه العلاقات بتاعته بناء على الثقه اللي بينكم. طبعا 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 يفضل ان انت تبقى اهل الثقه دي فعلا، وبتبقى بتقدم قيمه فعلا ليه وليهم وخلافه، ما تبقاش حد يعني اللي هو استغلالي او اناني او ايا يكن من الحاجات دي كلها، او تسوق سمعته او لما يرشحك لحد او لمكان او لحاجه او ايا يكن، يعني تخليه تخزيه او تخليه مثلا يحرج من الموضوع او يندم عليه او ايا يكن. حلو كده. فانت اعمل علاقات مع الناس اللي هم زيك، حتى لو كانوا لو كانوا لسه بيتعلموا، لان انت ما انتش عارف المستقبل فيه ايه. وممكن صاحبك ده مثلا ممكن بعدين تشتغلوا في مكان تاني، تشتغلوا سوا انتوا مع بعض. تيجي مثلا تشتغل في مكان، فتبقى مثلا هو الشخص ده كان شغال في مكان مع شخص تاني، فتقول له انا عايز اعمل كذا كذا، طب انت مثلا في فلان الفلاني انت اشتغلت معاه قبل كده او تعرف الدنيا معاه ايه، شخصيته مش فيقول لك والله ده انا اعرفه، خد بالك من كذا واعمل كذا والى اخره من الحاجات دي كلها. في احتمالات لا محدوده او غير نهائيه في المواضيع دي. يعني عادي ان انت تعمل صداقات مع الناس حتى لو في نفس مستواك او حتى لو اقل منك. حلو. واحده من الحاجات التانية، الموضوع ده متعلق شويه بالناس الجماعه اللي هم مثلا مبرمجين، ومش باغلب مش بكل المجالات ولكن بجزء منها، الا وهو المشاريع مفتوحه المصدر. بيبقى في حاجه اسمها مشاريع مفتوحه المصدر، خلينا مثلا نتكلم عنها في البرمجه. بقى مثلا في مثلا مشروع بيحل او بيساعد في قضيه اجتماعيه ما مثلا، ففي البرمجه كمثال، فالمشروع ده مثلا موجود على ويب سايت معين، الناس كلها بتدخل بتحل بتطور فيه، بتحل المشاكل، بتعمل وبتسوي. فالناس لما بيدخلوا في المشروع ده بيبقوا موجودين ككونتريبيوتورز او اللي هو مساهمين او مشاركين في الموضوع. فلو انت مثلا جوه مجال في المجال بتاعك في حاجه زي كده، ادخل او شارك في المشاريع دي. المشاريع دي مش بتاخد منها يعني، بتستفيد منها بحاجات بس مش بتستفيد منها بحاجه ماديه، يعني مش بتستفيد منها اغلب الوقت مش بمقابل مادي. في وقتها ممكن تستفيد منها بعدين زي ما هنتكلم، بس يعني مش بتستفيد منها في وقتها،
ولكن بتستفيد بحاجات تانية غير المقابل المادي. زي ايه؟ زي ان انت بتتعرض للناس اللي هم شغالين في المجال اللي انت اصلا عايز تشتغل فيه او اللي انت شغال فيه، فبالتالي ممكن تعمل كونكشنز معاهم او تعمل صداقات مثلا بينك وبينهم وخلافه. دي نقطه. النقطه الثانيه من الحاجات اللي بتستفيدها من المشاريع مفتوحه المصدر، يعني ان انت بتحطها عندك في السي في او في البورتفوليو بتاعك، فالحاجه دي بتساعدك تجيب شغل. هي جابت لك فلوس بس مش بشكل مباشر، بتساعدك في ان انت تظهر مهاراتك او خبراتك او فهمك للمجال مثلا. بتساعدك كمان ان انت تمارس، يعني انت مثلا لو انت حد في الاول لسه ما عندكش كلاينت، ما عندكش شركه تشتغل تجرب معاها او تعمل مشروع او ايا يكن، فانت عندك مشروع هو بيتبني، فانت ممكن تشارك فيه وتستفيد من كل الحاجات اللي هي ايه قلنا عنها وغيرها برضه. المهم، فلو انت مجالك بيتيح ليك حاجات زي كده، ما تستخسرش الوقت وشارك في المواضيع في المشروع ده مثلا، لان هتستفيد من كل الحاجات اللي اتكلمنا عنها قبل كده. حاجه كمان الا وهي ان المحتوى هو الفيكل او المركبه او العربيه اللي هتنقلك من نقطه صفر لنقطه واحد. بمعنى ايه؟ انت مثلا عايز تعمل علاقات مع الناس، فواحده من اهم الطرق ان انت تعمل بيها علاقات مع الناس ان انت تبقى معروف في الحاجه اللي انت بتتكلم عنها او الحاجه اللي انت نعمل بس هايلايت للحاجه عشان ما انساهاش، عشان يبقى واضح قدامك احنا بنتكلم عن ايه يعني. المهم، ان انت تشارك محتوى عن الحاجه اللي انت فاهمها او اللي انت بتتكلم عنها او اللي انت بتتعلمها او بتشتغلها او ايا يكن، ده هيساعدك ان انت يبقى حواليك ناس من اللي هم بيسموهم لايك مايندد بيبل، اللي هم الناس اللي هم ليهم نفس الاهتمامات. انا مش عارف والله معناها بالعربي، بس يعني اللي هم الناس اللي هم ليهم نفس الاهتمامات وبيتكلموا عن نفس الحاجه وبيشتغلوا نفس الحاجه وخلافه. ده المحتوى بتاعك انت هيخليهم يجوا حواليك، فهيساعدك انت ان انت يعني عارف انت اللي هو ايه، في مثل كده بيقول لك ايه، لو طردت الفراشه او لو يعني جريت ورا الفراشه هتهرب منك، ولكن لو بنيت او اسست حديقه حلوه الفراشات هتجيلك. فنفس النظام، انت هنا بتعمل المحتوى ده هيساعدك ان هو يجيب لك او يخلي الناس مثلا اللي هم في المجال بتاعك او ايا يكن هم اللي يجوا يعني يتفاعلوا معاك ويشوفوا البوستات بتاعتك وخلافه. حلو. فانت هنا المحتوى هيبقى هو زي ما قلنا كده الفيكل او المركبه او العربيه اللي هتنقلك من نقطه صفر لنقطه واحد. نقطه صفر هنا ان انت ما عندكش علاقات مهنيه وخلافه، ونقطه واحد ان انت يبقى عندك علاقات. نقطه كمان ان انت تبقى بيسموها الشخص ده بيسموه الريسورسز كيوريتور تقريبا، اللي هو عارف انت الناس اللي هي بتعمل البوستات التجميعات، مثلا بوستات التجميعات لاهم كورسات في مجال كذا كذا، او بوستات التجميعات بتاعه التولز اللي مش عارف كذا كذا او الى اخره. اعمل انت بوستات، اكتب بوستات عن حاجه زي كده، اهم مش عارف مثلا 20 اداه لازم مش عارف يتعلمهم الجرافيك ديزاينر ولا الفيديو اديتور، اهم مش عارف 5 كورسات لو عايز تحترف كذا، اهم مش عارف كذا لو عايز تحسن اللغه الانجليزيه عندك، اهم مش عارف ابلكيشنز الكذا الى اخره. لما تعمل ده من تاني هتلاقي الناس اصلا بشكل عام شبكه علاقاتك المهنيه بشكل عام بتزداد، لان انت مثلا بتتكلم عن حاجات مهنيه وخلافه، فناس كتير هتبقى بتعمل كونكشنز معاك او يعني مش عارف ارتباطات ايا يكن بيسموها بالعربي يعني. المهم وشبكه علاقاتك هتزيد. من ضمن بقى شبكه العلاقات بتاعتك هيبقى الناس اللي هم برضو في مجالك، هي النسبه هنا هتقل شويه بس انت بتعمل علاقات بشكل عام، علاقات مهنيه بشكل عام. حاجه كمان ان انت تستغل لينكد ان وجروبات الفيسبوك زي ما اتكلمنا في الفيديو السابق، ان انت تستغل الجروبات دي، بمعنى ان انت تدخل على الجروب من دول، انت نفسك هتكون بتكتب بوستات، ولما تشوف الناس بتكتب بوستات تفاعل معاها. بص بقول لك اهو للمره ال5 دلوقتي تقريبا، ما تبقاش الشخص الكاريزماتيك اللي هو الشبح، لا، تفاعل مع الناس على عندهم، شارك او اعمل شير للبوستات بتاعتهم اللي بيكتبوها، اعمل تفاعل معاهم باللايكس وخلافه من الرياكشنز يعني، علشان هم يعملوا كده معاك. انت لو انت فاكر ان انت كده بتبقى جامد او ان انت بتبقى السيجما ميل اللي مش عارف ايه، لا انت مش كده. انت صدقني بتجيت بيرسيفد، او اللي هو بيتم تلقيه او بتتشاف، خلينا نقول بتتشاف باشكال وحشه. زي ما قلت لك الموضوع هيعمل باكلاشنج عليك، هينقلب ضدك باشكال وحشه كتير صدقني. فما تعملش كده. مش هتبقى البنت مثلا من ضمن ال100 بنت اللي انت معجب بيهم مثلا، مش هتبقى بتدخل للبنت دي في الدي امز باشكال غريبه كده وحاجات غريبه، ومكسل ان انت تعمل يعني تتواصل مع الناس بشكل مهني في حاجه او في جانب اللي هو الجانب المهني من حياتك، جانب مهم جدا من حياتك وحاجه انت عايز تغيرها. ما تبقاش بقى محرج وما تبقاش في حين ان انت تحرج نفسك اضعاف الموضوع ده لما بتدخل مثلا للبنت اللي انت معجب بيها. مش بقول لك انت تعمل كده عشان حرام عليك كده يعني، بس اقصد
ما تبقاش انت مثلا بتكسل تعمل ده او بتتفاعل مع البنت الفلانيه وعلى كل الصور بتاعتها وعلى كل الستوريز وعلى كل البوستات وعلى كل مش عارف ايه، وتيجي هنا تعمل الكاريزماتيك، تيجي تعمل الكاريزماتيك على الناس اللي هم اصلا يعني او في الجانب المهني من حياتك اللي هو زي ما قلنا جانب مهم جدا في حياتك كراجل. حلو. فما تبقاش انت بتعمل كده هنا ومكسل تعمل ده هنا، وما تعملش ده هنا عشان حرام عليك، حقيقي حرام عليك يعني. المهم، فدي نقطه كمان. نقطه غيرهم او حاجه غيرهم، مصدر كمان لو انت بتستخدم تويتر، في حاجه في تويتر اسمها تويتر ليستس او اللي هي الليستات او قوائم تويتر. كانت موجوده زمان قوي على الفيسبوك بس للاسف ما بقتش موجوده. كانت عظيمه الصراحه على الفيسبوك بس ما بقتش موجوده. المهم يعني في الليستات بتاعه تويتر دي، ادخل على تويتر، هتلاقي كده لما بتدخل على البروفايل بتاعك سواء من الابلكيشن او من الويب سايت او ايا يكن، هتلاقي في حاجه اسمها ليستس او قوائم يعني. ادخل هتلاقي في زرار في مكان ما كده اسمه انشاء قائمه جديده او حاجه كده. اعمل قائمه جديده، وانت مثلا انت عارف شخص بيتكلم عن، انت مثلا بتتعلم اي مجال تسويق مثلا ايا يكن، عارف شخص بيتكلم عن مجال التسويق، ابحث عنه، هتلاقي في زرار كده للبحث او في خانه للبحث، ابحث عن الشخص ده وراجع اعمل له اد، ضيفه في البتاع دي. بعد كده هتلاقي تويتر نفسه بيقترح عليك ناس كتير قوي، لو انت عارف ناس ضيفهم، او لو انت حتى دخلت عند الشخص ده ممكن تبنيها كده. ادخل عند الشخص ده غالبا ما هتلاقيه بيعمل اللي انا بقول لك عليه، لان هو بيشير حاجات لناس ثانيه. ادخل على البروفايلز بتاعت الناس الثانيه دي ودوس على في 3 نقط كده في مكان ما، دوس عليهم، تروح جاي تلاقي كده الزرار رقم 2 او 3 مش فاكر، اللي هو اد اور ريموف فروم ليست او فروم ليست، اللي هو ضيف او احذف من قائمه معينه او ايا يكن. تدخل عليه وهتلاقي انت عندك قائمه اللي هي مثلا اسمها التسويق او ايا يكن، تروح جاي ضايف الشخص فيها. تنزل في نفس البروفايل الاولاني ده كمان شويه تلاقي حد تاني يروح يضيفه، حد ثالث، لان الناس غالبا مثلا حد بيتكلم عن التسويق فاكيد مش عايز يعني بنسبه كبيره جدا اغلب الناس اللي هيكون بيشير لها وبيتفاعل معاها وبيتفاعلوا معاه وكده، او اللي هو حتى عامل لهم فولو بالتحديد، دي نقطه مهمه برضو او مصدر مهم. الناس اللي عامل لهم فولو وخلافه هيكونوا الناس اللي هم في مجاله، والناس بشكل عام او في مجالات تانية بشكل عام، او الناس بروفيشنالز بشكل عام اللي هم شغالين يعني في المجالات المهنيه وكده بشكل عام. ولكن هتلاقي اغلب الوقت الناس اللي هم في نفس المجال، فانت ادخل ضيف ناس كتير جدا من حطها في قوائم التشغيل بتاعتك. دي نقطه مهمه. لما بيكون البروفايل بتاعك على تويتر بابليك وبتضيف ناس لقائمه ليست عندك معينه، بيوصل لهم اشعار ان انت ضفت الشخص ده في الليسته الفلانيه. فممكن تعمل لو انت مش حابب يعني ممكن تبقى تعمل بروفايلك برايفت وبعدين تضيف الناس للليستات بتاعتك براحتك وخلاص. او لو انا مش غلطان، عذرا ممكن اكون غلطان هنا، لو انا مش غلطان لما بتكون سايب الليسته بابليك بياخدوا اشعار، بيوصل لهم نوتيفيكيشن، ولما تعملها برايفت ما بيوصل لهمش. فبراحتك موضوع الليست ده براحتك، كده اعملهم بابليك برايفت براحتك انت خالص. فاستغل الموضوع ده. ليه بقى؟ ازاي تستغله؟ هتستغله بان انت كده هتبقى الناس دي هيبقى عندك ليست معينه كده بتتابعها، وكده في حاجه اسمها زرار لما بتدخل على الجزء بتاع الليست دي او القوائم دي، في حاجه اسمها بن او علامه الدبوس كده. الزرار ده لما بتدوس عليه بيخليك انت التايم لاين عندك على تويتر اللي هو اليوميات بتاعتك على تويتر مقسومه 3 تابات او اكتر فوق. هم بيبقوا تقريبا متاح ليك انت تعمل ليست، تعمل بن او تثبت من 2 ليست او 3 يعني ليستين او 3 مش فاكر قوي. فهتبقى عندك البروفايل التايم لاين عندك مقسوم لكذا حاجه. الاولاني اللي هو مثلا التايم لاين بتاعك العادي، بعديها في جزء كده تاب فوق خالص كده تلاقي اسمها فولوينج، الحاجات اللي انت بتتابعها. بعديها بقى لسته رقم 1 اللي انت عامل لها اللي هو البن او التثبيت، والليسته الثانيه والثالثه وخلافه. تبقى انت بقى قادر ان انت لو عايز تدخل على الليسته الفلانيه بتتكلم عن مجال كذا تروح جاي دايس عليها. فيها بقى هتلاقي جاي لك تويتر مخصص للناس دي بس، ما بيجيبلكش بقى الحاجات التريندنج، ما بيجيبلكش الحاجات اللي مش عارف ايه، الحاجات انت مش مهتم بيها، الحاجات اللي هو بيقترحها عليك مش هيجيب لك اي حاجه من دي، هيجيب لك المحتوى من الناس دي بس. هتبقى انت بتستفيد من الموضوع بان انت تتابع الجديد في المجال بتاعك من ناحيه، ومن الناحيه الثانيه يبقى عندك الناس دي اصلا، فانت بقى تقدر انت تتفاعل معاها ويتفاعلوا معاك والى اخره، وتبني شبكه علاقات زي ما اتكلمنا في حاجات كتير في الفيديو ده، وغالبا في الفيديو السابق مش فاكر يعني. المهم حاجه كمان، طريقه كمان، الا وهي ان انت تنضم للايفنتات الاونلاين. تمام؟ الايفنتات الاونلاين والاوفلاين، سوري، الايفنتات الاونلاين والاوفلاين. الايفنتات يعني هو الاونلاين اسهل، بس القيمه الاكبر في الايفنتات الاوفلاين. بمعنى ايه؟ بمعنى انت مثلا في ايفنت مجاني او بفلوس او ايا يكن عن مجال كذا، مثلا عن تعلم مجال كذا او عن مش عارف ايا يكن. الايفنت ده لو انت قدامك اشترك فيه، ادخل وتابع، يعني تابع الموضوع، ولو في مثلا فرصه انت تتواصل مع الناس وتتواصل معاك ومش عارف ايه، عادي تتواصل معاهم وتواصل معاك وتكلموا الى اخره. ولو ايفنت او ايه او حدث او ايا يكن اوفلاين، يفضل ان انت برضو تشترك فيه وتستثمر، خاصه في الاول تستثمر من وقتك بان انت تروح الحدث او الايفنت ده او ايا يكن، علشان تروح هتتعلم الحاجه وهتعرف الموضوع عن ايه، اللي هو الايفنت نفسه عن ايه مثلا وخلافه،
ومع كده او حاجه جانبيه ان انت هتبقى بتقابل الناس وبتعرفهم وبيعرفوك وبتتعرفوا على بعض وبتاخدوا مثلا السوشيال ميديا اكونتس بتاعت بعض وبتتابع بعض فهتبقى ده من المصادر اللي هي هتساعدك ان انت تبني شبكه علاقات. في نقطه تانية مهمه اتكلم بقى فيها بقى بس بعدين، يعني لها علاقه بالايفنتس وخلافه يعني، بس هنتكلم عنها بعدين. الا وهي، او خلينا ننقل بس قبلها للنقطه الاخيره، النقطه قبل الاخيره اللي هي ضيف قيمه للناس، ما تبقاش بتاخد بس. بمعنى ايه؟ بمعنى انت مثلا لما تتابع الناس دي وتعملوا علاقات مع بعض، او يعني اللي هي يبقى في بينكم علاقه مع بعض، اللي هو معرفه في الاول بعدين صداقه الى اخره من الحاجات دي كلها، انت بنسبه كبيره كشخص، انت بنسبه كبيره هتبقى في مستوى اقل منهم معرفيا وخلافه، هتبقى انت نسبه الاستفاده منهم عاليه جدا. فانت لازم تقدم في المقابل، يعني لازم انت بتاخد الحاجه، بتاخد وبتدي، تاخد وبتدي. ما تبقاش من الناس او من الاجيال الجديده الغريبه جدا 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 دي، اللي هي ما بتقدرش اي حاجه، واللي هم بتلاقي اغلب الوقت بيشاركوا حاجات اللي هو مثلا لو انت مثلا يعني لو انت مش عارف هتعمل ايه وهتعايرني بيه بعدين، مثلا ما تعملهوليش من الاساس. طب ما يا الله، الناس دي بتعمل كده ليه في نفسها؟ يعني الناس دي بتعمل كده ليه؟ كده ليه الناس دي بتعمل كده؟ انت ما تبقاش منهم بشكل عام. الناس اللي زي كده اصلا انت شفت حد زي كده، غالبا دي يعني عامله زي ريد فلاج. لو انت مثلا بنت معاها في علاقه او عايز تتجوز، مش بلاش بقى العلاقه وخلاف بقى، عايز تتجوزها او ايا يكن، لقيتها بتتكلم عن حاجه زي كده، بتقول لك مثلا لو مش عارف ايه، غالبا دي ممكن تكون ريد فلاج كبيره، ان هي يعني من الناس اللي هي مش بتشكر على الحاجه او مش بتقدر بشكل عام. ممكن مهما اديتها مش هتقدر حاجه، لان الشخص اللي بيقدر الحاجه مش هيبقى محتاج ان هو يعمل كده اساسا. يعني اساسا هتبقى بالنسبه له الفكره غريبه، فمش هيتفاعل معاها للدرجه. تمام؟ فانت ما تبقاش من الناس اللي هي زي كده، دي نقطه. ما تبقاش من الناس من الناحيه الثانيه، ما تبقاش من الناس اللي هي بتنكر وبتنسى الجميل، دي نقطه ثانيه. نقطه ثالثه، ما تبقاش انت من الناس اللي هي بقى دي الكور بتاعنا اللي بنتكلم عنه دلوقتي، ما تبقاش انت من الناس اللي هي بتاخد بس، ما تبقاش اناني. خد ودي. طب انت هتدي ايه في حين ان انت الناس اللي انت بتتعلم منها وبتتابعها وبتعمل وبتسوي، هتدي لهم ايه؟ انت مثلا زي ما قلنا من شويه فاتوا، انت مثلا في شخص بيتكلم عن مجال كذا 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 مثلا، او حاجه معينه او جزء معين او حاجه معينه في المجال، انت في مره او في فتره قابلت مصدر او قابلت حاجه، قابلت فيديو، بوست، مقال، كتاب، ايا يكن، بيتكلم عن نفس الحاجه اللي الشخص بيتكلم عنها، وقلت ممكن يكون مش عارفه، رجع باعت له مساء الخير استاذ فلان، شايف او متابع حضرتك من زمان مثلا ايا يكن، وملاحظ ان حضرتك مهتم بكذا كذا كذا، وقابلت الكتاب الفلاني، قابلت الفيديو الفلاني، قابلت البوست الفلاني، قابلت المقال الفلاني، قابلت مش عارف ايا يكن الى اخره، وحاسس ان حضرتك ممكن تكون مهتم بيه، فقلت ابعت لك الحاجه دي مثلا. فهتبعته له، شاف الرساله ما شافها مش مشكله بعدين عادي، بس غالبا هيشوفها يعني مع الوقت، او يعني حتى لو هو مشغول جدا هيشوفها بعدين. فتبعت ليه حاجه زي كده، تبعت لحد تاني حاجه زي كده، تبعت هنا. انت هنا مش بتعمل الموضوع لغرض في نفسك او لحاجه في نفسك، ولكن انت بتعمل الموضوع بشكل اوثنتيك. انت عايز تقدم زي ما بتاخد، وحتى تقول له كده، قول له انا يعني بتابع حضرتك بقالي كتير، والله انا في ناس بتعمل معايا الكلام ده، حرفيا في ناس بتعمل معايا الكلام ده. اخرهم شاب اسمه عمر لو بتشوف الفيديو، شكرا ليك، شكرا جزيلا جدا. فلو يعني ايه، لو انت اعمل الكلام ده مع الناس، ووضح ليهم، قول له مثلا والله بشكر حضرتك على مش عارف ايه، دي ممكن طريقه بسيطه خالص ان انا اشكر حضرتك على الاستفاده اللي بستفيدها منك. خليك اوثنتيك، وضح ان انت في مصداقيه عاليه، وان انت فعلا جاي فعلا عايز مصلحه الشخص التاني، زي ما هو بيفيدك انت عايز تفيده. تمام؟ حتى ولو بحاجات بسيطه يعني زي كده. المهم دي حاجه، او دي نقطه كمان بقى، الا وهي الجزء اللي هو بتاع العدد ولا الكميه. ده هيرجعنا يمكن للنقطه الاولانيه خالص، اللي بتاعت كل حاجه بتاخد وقت، بس العدد ولا الكميه. نرجع نفس النقطه اللي جاوبناها في السؤال السابق، اللي هو العدد ولا الكميه. بص، يفضل برضو ان انت تعمل علاقات مع اكبر عدد من الناس ممكن في الاول، وكده كده مع الوقت العلاقات دي هتتصفى. انت مثلا عملت في اول كام شهر من مثلا تعلمك وشغلك ومش عارف ايه، عملت 50 علاقه مهنيه بالناس مثلا، عرفت يعني اقصد 50 شخص. مع الوقت ال 50 دول هيقلوا كده كده، سواء انت هتقللهم بنفسك بارادتك، او الناس دي مثلا واحد هيروح مكان انت مش او مثلا واحد غير رقم تليفونه فمش هيبقى عندك، واحد تاني ما اعرفش ممكن يقفل السوشيال ميديا، يعني ممكن واحد تالت مثلا لا قدر الله يصيبه ظرف معين او ربنا يرحمه او ايا يكن، واحد رابع هتلاقي ان انت مثلا يعني انتوا اتعرفتوا على بعض وبتاع، بس مفيش كيمياء بينكم والدنيا مش تمام، واحد خامس هيعمل موقف مش تمام، دي اللي هي الفلتره اللي كده كده هتحصل غالبا لوحدها، بجانب ان في فلتره انت ممكن تعملها، زي ان انت مثلا ممكن تتقدم على ناس كتير، فخلاص يعني خلاص الحاجات اللي بينكم وبين بعض، او مثلا يعني انت تتخصص في حاجات وهم يتخصصوا في حاجات مش نفس التخصصات بتاعتكم،
الدنيا هتقل مع الوقت. يعني الحماس والكلام والمش عارف ايه اللي كان في الاول، لان انتوا كنتوا بتشاركوا نفس الحاجه، نفس الاهتمامات، مع الوقت الاهتمامات اختلفت، فبالتالي الحاجات اختلفت. انتوا مثلا العلاقه بينكم مش عارف ايه، الريتم بتاعها او الريتم بتاعها قل، او الايقاع يعني بتاعها كان عالي وبعدين قل وخلافه. ده مثلا دي من نقطه تانية، ممكن حد منهم يعمل معاك موقف انت مش كويس، او انت تعمل، ولو انت كده حاول ما تعملش كده، انت تعمل مع حد مثلا، او حد يعمل معاك موقف مش كويس، فبالتالي برضه العلاقه هتقل. فالمهم انت علشان مثلا 50 في الاول، 50 دول هينزلوا على 10 مثلا، بس ال 10 دول هيكونوا مهمين. فمن تاني مش النقطه دي بالمناسبه، اجابتي على السؤال ده مش قانون، مش لازم تعمل بيها 100%، عادي اعمل اللي انت اللي يناسبك واللي انت عايزه، مش مشكله. بس القصد اظن دي طريقه كويسه، اللي هو انت تبدا في الاول بالعدد، لان انت ما انتش عارف برضه، ممكن تلاقي حد هو كويس وكل حاجه كده بره او على الورق، بس تيجي مثلا تطلب مساعدته ما يعبركش، عادي طبيعي، ربنا يعين الناس، وهو ممكن يكون ايا يكن لاسباب ما مثلا مش عايز يساعد حد، مش مشكله، فانت تبعد عنه، او يعني مع الوقت هتلاحظ ان انت خلاص مش مرحب بيك، لا تبعد. ممكن حد تاني يحصل سبب ما، ممكن حد ثالث يختفي ما تعرفش هو فين، والى اخره من الحاجات دي كلها. فهتلاقي ان انت مع الوقت العلاقات الكتيره قلت. نقطه بقى كمان، حاجه اخيره خالص خالص خالص، ليها علاقه شويه بموضوع الايفنتات، اللي هو مثلا موضوع الانضمام للايفنتات واللي فيها بتعمل علاقات وخلافه. بص، من اكتر النصائح اللي هتلاقيها على النت بشكل عام لما تيجي تعمل علاقات مع علاقات يعني مهنيه، او تبني شبكه علاقاتك المهنيه وخلافه، او شبكه معارفك المهنيه وخلافه، تلاقي الناس بتقول لك يعني ايه روح الايفنتات واعمل وسوي. انا ما اتكلمتش عنها كتير، بس واحده من الحاجات اللي انا بنقضها او بشوفها انها مش بنقضها، لا بالدال مش بالضاد، بنتقدها يعني، وبلاقي انها مش كويسه، هي النصيحه دي. ليه؟ النصيحه دي بتركز على ان انت تكون الشخص اللي هو بيعمل اللي هي بيسموها الكولد ابروتش. عارف انت لما يكون في حد مثلا، يعني هديك بقى مثال هنا عن الديتنج وخلافه، انا بحب الكلام عن المواضيع دي فدايما داخله في كلامي يعني. المهم فانت مثلا في حد، في واحده من النصايح في العالم اللي هو بتاع الديتنج او اللي هي المواعده او العلاقات الرومانسيه والمش عارف ايه والحاجات دي كلها، واحده من النصايح، او بتلاقي ناس مثلا في جماعه كده من الناس بيقول لك ايه، روح اتكلم مع مش عارف 10 بنات، ولا روح مش عارف حاول مع مش عارف كذا، ولا روح اعمل كذا. الناس دي يعني هي النصيحه تمام بس مش تمام، او كويسه بس مش قوي. ازاي؟ الناس دي بتقول لك او بتخليك تركز على الايه، يعني بتخليك تركز على الناس التانية مش على نفسك. بمعنى ايه؟ مثلا يقول لك مثلا والله اعمل كذا وكذا وكذا ومش عارف، ابعت الرساله الفلانيه، لو بتعمل كده حرام عليك والله العظيم، بس يعني ابعت الرساله الفلانيه وروح مش عارف كذا، ولو لقيت بنت مش عارف روح اتكلم معاها، لو لقيتها في مش عارف الكافيه ولا مش عارف كذا، ولا روح قول لها كان وي هاف ا كافي انظران، ولا مش عارف البتاع مش عارف ايه الترند اللي كان يا ده، ولا ايا يكن من الحاجات دي كلها. الناس دي بتقول لك ان انت تركز على الحاجات اللي بره عنك، بس الافضل بشكل عام بقى، سواء بقى في الديتنج او في الشغل او كده، ان انت تركز على نفسك، ماشي؟ ومع الوقت الحاجات التانية هتنجذب ليك. فاكر لما كنا بنقول لو طردت الفراشه او فراشات او ايا يكن هتهرب منك، بس لو بنيت حديقه جميله الفراشات هتجيلك، مش فراشه واحده بس، الفراشات هتجيلك. تمام؟ فنفس النظام، انت بدل ما تروح تجري بقى او تسعى وتضيع وقتك، اللي هو في الاول انت اصلا كده كده على الله حكايتك ولسه محتاج حاجات كتير ومحدش يعرفك حاجه، انت تضيع وقتك اللي هو المهم وخلافه في ان انت تروح ايفنتات وورك شوبس وخلافه هنا وهناك وكل الكلام من ده كله. ده مش احسن حاجه. الاحسن ان انت تبني حاجه، تبني مشروع ايا يكن، تكتب كونتنت، تعمل تسوي، ومع الوقت الناس اللي هم اللايك مايندد بيبل، الناس اللي هم زيك بنفس اهتماماتك وخلافه، اللي هم دماغهم زي دماغك يعني ايا يكن، لو دي ترجمه صح للكلمه مش عارف، هتلاقي ان هم بيجوا لك، هم اللي بيتكلموا معاك، هم اللي بيعملوا لك يعني رياكشنز، هم الى اخره من الحاجات دي كلها. حصلت معايا، وحصلت مع ناس كتير جدا. فالافضل ان انت تبني حاجه، والحاجه دي مع الوقت هي اللي تجيب لك الناس التانية، بدل ما انت تروح، بدل ما تركز بره تركز طاقتك وكده بره، ركز على نفسك انت، والحاجات اللي بره هتجيلك. عارف انت تخيل نفسك كده دايره في النص او حاجه في النص، وانت بتلف كده حوالين نفسك، ومن لفك حوالين نفسك وفركك في المشروع اللي انت بتشتغل عليه، الكلام ده بيخلق طاقه كده او حاجه. الطاقه دي بتجذب الناس ليك. انا مش بتكلم طاقه بقى وقانون الجذب، مش بتكلم على الكلام ده خالص يعني، بس بديك مثال او انالوجي تفكر بيها مش اكتر يعني. فمن تاني، ما تركزش على الحاجات اللي بره عنك، ركز على اللي عندك انت، ركز انت تبني حاجه وتعمل وتساوي، والحاجه دي مع الوقت هتجيب لك الناس حواليك او تجيب الناس ليك بشكل عام. حلو لحد كده؟ اتكلمنا بشكل كفايه قوي،
ومن تاني يعني النقطه الصغيره خالص زي ما قلنا في الفيديو السابق، مهاره عمل الفلوس هي مهاره اجتماعيه في المقام الاول. علشان تعملها لازم تكون انت على مستوى اجتماعي مع الناس وخلافه انت كويس جدا. فما تضيعش او ما تبقاش من تاني الشخص المره يمكن السابعه دلوقتي، ما تبقاش الشخص الكاريزماتيك، تفاعل مع الناس، خليك كويس. خليك من نوع الناس اللي هم يعني الناس حابه انها تتكلم معاك. ما تبقاش الشخص اللي مش عارف ايه اللي مثلا يعني انت مركز على ان انت تقول اجمد رد، او تقول الرد المفحم في المش عارف ايه، او تبين ان انت الحد اللي فاهم اللي اجمد حد في المش عارف ايه. ما تعملش كده. خليك شخص تواصل وتفاعل مع الناس بشكل انساني. خليك وضح انت بني ادم كويس، بني ادم الناس تحب تتكلم معاه، الناس تحب تتفاعل معاه، الناس تحب تتواجد حواليه، الناس تحب ان هو يكون معاهم، الناس تحب انها تشاركك، الناس تحب ان انت تشتغل معاهم، الناس تحب ان هم يشتغلوا معاك، الناس تحب انها تشاركك. تمام؟ ما تبقاش الشخص الويردو، الشخص الغريب، غريب الاطوار. ما تبقاش الشخص الكاريزماتيك، ما تبقاش تعرف اي تصنيف، قد ما تكون بس انسان. خليك بني ادم كويس، بتتكلم كويس، بتسمع الناس كويس، بتتفاعل كويس، بتتصرف كويس، ما بتعملش حاجات غريبه، ما بتعملش حاجات مشينه او يعني حاجات مش كويسه او الى اخره من الحاجات دي كلها. ومع الوقت هتلاقي ان شبكه علاقاتك المهنيه وخلافه بتزيد، وانت يعني حياتك بتتحسن معاها تباعا بشكل يعني بتاثير جانبي خالص، حتى لو انت ما شفتهاش بشكل كده مباشر، بس هتلاقيها بشكل يعني تاثير حاصل في حياتك. حلو لحد كده. الفيديو طول شويتين، فخلصنا يعني نكتفي بهذا القدر، ونتكلم في فيديو جاي عن موضوع تاني ان شاء الله.